هاي كوينز، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتسمعوا الفيديو اليوم. كما سبق لي وسولتكم في واحد السونداج على الموضوع اللي بغيتوني ندوي عليه في هذا الفيديو، والاغلبيه منكم اختاروا موضوع التخطيط للمستقبل. وبصراحه هذا الموضوع فيه بزاف ما يتقال، وموضوع زوين واكيد غتستافدوا منه، خاصه من بعد ما ديروا بالنصائح اللي غنعطيكم في هذا الفيديو باذن الله. ودابا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، ما تنسايش لايك واشتركي في القناه وضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد، وتولي فرد من عائلتنا الزوينه ووحده من الكوينز ديال العالم ديالنا، فين غتلقاي الحب والدفء وغتلقاي بزاف ديال البنوتات الزوينات بحالك اللي الهدف ديالهم المشترك هو يطوروا من راسهم ويحققوا اهدافهم ويعيشوا الحياه اللي كيستحقوها. ودابا بلا ما نطول عليكم في المقدمه، خليونا نبداو الفيديو ديال اليوم على بركه الله. اول حاجه الا بغيتي تبداي تفكري وتخططي لمستقبلك، خاصك ولا بد تتحرري من حاجه سميتها الماضي. صافي الماضي كيبقى غير ماضي مهما وقعوا فيه احداث، ما تخليهمش ياثروا على الحاضر ولا المستقبل ديالك. ولا كنتي كتعيشي شي مشكله ولا النتائج ديال المشكله من الماضي، حاولي تواجهي هذا الموقف ولقاي ليه شي حل باش يختفي من حياتك وتتحرري منه بشكل نهائي، وباش تتفرغي للمستقبل وتبداي تخططي ليه بالاي عراقيل. وديري في بالك ان الماضي داز ومات، نسايه وما تبقيش تفكري فيه كل مره وتفكري شي حاجه خايبه وقعت لك فيه وتبقاي تتحسري وتلومي في راسك على تجارب سيئه دزتي منهم ولا قرارات خاطئه اتخذتيهم. حاولي تنساي عليك كل هذا الشيء وتذكري باللي تبعك مستقبل خاصك تفكري فيه وتبداي تخططي ليه من دابا. وديري في بالك ان الماضي فات وما تقدريش تحكمي فيه ولا تغيريه، حيت هو سلسله من الاحداث والقرارات اللي ولات ثابته في الماضي. والحاجه الوحيده اللي تقدري تستافدي منها من هذا الماضي هو انك تتعلمي منه وتستخلصي دروس غتساعدك باش تحسني حياتك وتبني عليها قرارات احسن في المستقبل. اما المستقبل هو عباره على واحد الصفحه بيضاء كتسنى تكتبي فيها اهدافك، طموحاتك، احلامك وخططك. كل واحد فينا عنده القدره باش يتخذ القرارات اللي غتاثر على مستقبله، والمستقبل هو فرصه فين نقدروا نصلحوا اخطائنا ونحققوا الحياه اللي كتماشى مع احلامنا وتطلعاتنا. وحنا كلنا عارفين ان المستقبل بيد الله عز وجل، حنا ما عارفين شنو يقدر يوقع من هنا لغدا، ولكن حنا عندنا واحد القدره بسيطه بهاد الخطط وبهاد الاهداف ديالنا اننا نقدروا نغيروا المستقبل ديالنا. الا كنتي من بين الاهداف ديالك انك تطوري من راسك وتخدمي على راسك وتستقلي ماديا، ويعني تعلمي مهارات جديده، ولا تمشي تسافري برا البلد ديالك، ولا تعيشي الحياه اللي كتمناي، فهاد الشيء جاي في المستقبل وهذا الشيء كله بيد الله عز وجل. ولكن حتى انتي تقدري تحكمي فيه الا نضتي وخدمتي على راسك، ما بقيتيش غير جالسه وكتسناي هذا الشيء يجي حتى لعندك. وانا شخصيا كنحاول نعتمد قاعده 5 باي 5 اللي كتقول اذا كان الموقف ولا المشكل ما غيأثرش على حياتك من هنا ل5 سنين الجايه، فراه ما كيستحقش منك اكثر من 5 دقائق باش تبقاي تفكري فيه ولا تحزني عليه. هاد القاعده غتساعدك باش ما تبقيش ترجعي تفكري في الماضي وغتنسي اي موقف واي مشكله في اول 5 دقائق من الوقوع ديالها، اكيد الا ما كانش غيأثر على حياتك المستقبليه. ونفترضوا غيأثر عليها، فحاولي تعطيه وقت وتفكري في حل المشكل باش يعني تحليه وتكملي حياتك طبيعيه. ودابا من بعد ما تجاوزنا الماضي ولينا مستعدين باش نبداو التخطيط للمستقبل، خليوني نعطيكم نصائح غتساعدكم في التخطيط ووضع اهداف وتحقيقها في المستقبل باذن الله. اول حاجه خاصك ديري هي تحللي الوضع الحالي اللي كتعيشي فيه. حاولي تجلسي مع راسك وتفكري في الحياه ديالك الحاليه ولا الحاضر ديالك. شوفي انت الان فين واصله في حياتك وشنو اللي درتي وشنو اللي ما درتيش. خاصك تعرفي حياتك فين واصله بالنسبه للمستوى الشخصي ولا المهني ولا العاطفي. مثلا كتقراي ولا خدامه ولا كاع ما كديري والو، يعني خاصك تعرفي الوضعيه ديالك الحاليه وتعرفي الموارد اللي عندك واللي غيعاونوك باش تبداي في التخطيط للمستقبل ديالك. وهذه بالنسبة لي خطوة مهمة باش توضح لك الصورة وتولي عندك نظرة شاملة على حياتك في الحاضر، وتعرفي راسك شنو من الانجازات اللي درتي، شنو الحوايج اللي باقي ما درتيش وباغا ديريهم. هكا غادي يسهل عليك انك تحطي اهداف قدامك اللي اكيد غتخدمي عليهم باش توصلي ليهم.
ودابا من بعد ما جلستي مع راسك وحللتي الوضعيه ديالك الحاليه وعرفتي راسك فين واصله في حياتك وشنو كديري دابا في حياتك، غندوزو لثاني خطوه، وهي تبداي توضعي اهدافك الشخصيه والمهنيه اللي بغيتي تحققيها. بالنسبه ليا ديما كنفكر في الحياه اللي بغيت نعيشها من دابا ل5 سنين ولا 10 سنين. كنبدا نتخايل في راسي كيفاش غنكون في داك الوقت. مثلا غنكون ساليت قرايتي ولا تعلمت في المجالات اللي كنبغي، ولا وليت كنتقن اللغه اللي انا دابا في الحاضر يلاه ناويه انني نبدا نتعلمها، ولا مثلا حصلت على الوظيفه اللي كنحلم بها، ولا درت مشروعي الخاص، ولا مشيت نستقر في شي دوله اخرى كتعجبني وعايشه حياه هادئه من جميع الجوانب. هكا ديما كتكون عندي واحد الصوره في راسي على راسي من هنا ل5 سنين ولا 10 سنين، على افضل نسخه من راسي انا، كيفاش كنتصور راسي غنكون في المستقبل. كنحط هاد الصوره هادي هاد النموذج على راسي كيفاش غنكون في المستقبل وهاد النسخه، وكنحاول انني نخدم عليها، وكنحاول انني نحط الاهداف والحوايج اللي غيعاونوني نوصل لهذيك النسخه اللي كنتخايلها في راسي. وانتي فاش غتبداي تفكري في راسك من دابا ل5 سنين ولا 10 سنين، غيسهل عليك تعرفي الاهداف اللي بغيتي تخدمي عليهم، وامني ان اهداف كلها غتحقق، خاص غير شويه الصبر والخدمه، ومع الوقت غتبان النتيجه. ومن دابا ل5 سنين ولا 10 سنين غتلقي راسك وصلتي وحققتي اهدافك، ماشي بالضروره كاع دوك الاهداف، من المهم الاغلبيه ديالهم، وغتحسي بالتطور وانك تقدمتي في حياتك، وعلى الاقل ما غتبقيش في نفس البلاصه اللي انت دابا فيها، وغتشكري راسك على هاد الخطوه اللي خديتي دابا، وهي اللي غتوصلك للحياه اللي كتمناي في المستقبل. ثالث خطوه هي تبداي تقسمي اهدافك من اهداف تقدري تحققيها في مده اللي قصيره، مثلا من اسبوع حتى لسنه. هذا هو الانترفال ديال المده القصيره ديال هذا النوع ديال الاهداف. مثلا تبداي ديري سبور باش تحسني الشكل ديال الجسم ديالك واللياقه ديالو، ولا تعلمي مهاره جديده ولا لغه جديده، وخاص مثلا هاد المهاره اللي غتعلمي تكون مهاره وفي نفس الوقت مصدر دخل لك في المستقبل. وتنتقل من بعدها الأهداف مدتها متوسطة، يعني من سنة حتى ل5 سنوات، مثلا تكملي قرايتك، ولا ترتقي في العلم ديالك، ولا تبدي مشروعك الخاص بالإمكانيات اللي عندك وتخدمي عليه وتطوريه في هذه المدة. ومن بعد وضعي أهداف اللي مدتها طويلة، يعني من 5 سنين للفوق، مثلا أنك تبني حياة مهنية ناجحة ولا تحققي الاستقلال المادي. حاولي توضعي خطة عمل اللي تمشي عليها، وقسمي دوك الأهداف اللي حطيتي لمهام ولا خطوات صغار باش تبداي شوية بشوية، ستيب باي ستيب، وتكون عندك نظرة شاملة وواضحة لداكشي اللي خدام عليه من مهام وأهداف. حاولي كل هدف بغيتي تخدمي عليه وضعيه في الإطار الزمني اللي كيناسبك، مثلا من 20 عام ل 23 عام بغيتي تتعلمي مهارة ولا لغة جديدة، ولا تكملي قرايتك. هكا غيكون عندك تصور ان كل فتره من حياتك وعمرك ما غاديش تضيع، وغتستغليها باش تخدمي على اهدافك ومستقبلك. وحاولي كل ما حققتي انجاز صغير كافئي راسك باش تزيدي تحفزي وتحققي اكثر. وحاولي تبني عادات صحيه اللي غتعاونك تحققي اهدافك، يعني مثلا كان عندك هدف تعلمي مهاره جديده ولا لغه جديده، حاولي تخصصي لهاد المهاره ولا هاد اللغه وقيته ساعة مثلا كل يوم، ومن الأفضل هاد الوقيته تكون ثابتة، يعني مثلا كل نهار مع 6 ديال العشية، ولا كل نهار نوض بكري مع 9 ولا 10 ديال الصباح، يعني تكون هاد الوقيته محددة لهذيك العادة ولا هذيك المهارة ولا ديك اللغة اللي باغا تتعلمي، باش هكا تقدري تزيدي تستمري وتنضبطي عليها اكثر، وغتعرفي ان كل نهار عندك في هاد الوقيته حاجه انك مشغوله، خصك ديري شي حاجه في هذيك الساعه اللي مخصاها نتيا ديك المهاره. وهذا يعني فاش غتوصل ديك الساعه اللي دايراها نتيا كل نهار باش تعلمي فيها مهاره ولا لغه، اون فوا مثلا غتبغي تجلسي ترتاحي ولا تهزي التليفون ديالك ولا تجلسي ديري شي حاجه من غير هذاك الحاجه اللي مخصها هذيك الوقيته، غتفكري بلي لا، هاد الوقيته راه انا ديجا مريزيرفياها ولا ديجا دايراها لواحد الحاجه كنديرها كل نهار، المهاره فلان فلانيه اللي بغيت نتعلم ولا اللغه فلان فلانيه اللي بغيت نتعلم. دونك غتحطي كلشي داكشي وغتنوضي في هذيك الساعه بالضبط، وحتى تسالي ويعني تخصصي لها الوقيته ديالها في هذاك النهار وتسالي ديك الساعه ديري داكشي اللي بغيتي. وحاولي من دابا تبداي تجمعي الموارد اللي عندك في المحيط ديالك ولا المعرفه اللي غتحتاجيها باش تحققي اهدافك.
واكثر حاجه غتعاونك باش تستمري في تحقيق اهدافك هي توضعي تقييم على الانجازات ديالك، او يعني التطورات ديالك، يعني فين وصلتي، وعرفي المهام اللي درتي والمهام اللي باقي ما درتيش. شوفي الجوانب ديال التقصير عندك وحاولي تداركيهم. والخطوه الاخيره اللي غنصحك ديريها وبزاف هي حاولي تخدمي على راسك في الخفاء. يعني حتى واحد ما خاصو يعرف الخطوات ديالك ولا الاهداف ديالك ولا شنو كديري في حياتك باش تحققي دوك الاهداف. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. كل ما خدمتي على راسك في الخفاء واتحد ما عارف حياتك ولا اهدافك ولا كيفاش كتخدمي عليها باش تحققيها، كل ما الناس ما غيقدروش يتدخلوا في حياتك وما يقدروش يخربوا عليك التحقيق ديال هاد الاهداف. حاولي تجنبي تشاركي مع الناس التفاصيل ديال حياتك باش تقدري تحققي طموحاتك بواحد الطريقه فعاله، وتبعدي من كاع دوك الضغوطات الخارجيه ولا المشتتات اللي غتقدر تكون سبب انك ما تستمريش في التحقيق ديال الاهداف ديالك في المستقبل. وحاولي تخلي تركيزك كله على مستقبلك وفي كيفاش توصلي للحياه اللي كتمناي. واهم حاجه هي تستثمري في راسك وتطوري مهاراتك ومعرفتك، وديري في بالك انه هاد الخطط اللي وضعتي راه قابله للتغيير. يعني انت خاصك تاقلمي مع التغيير اللي يقدر يوقع بسبب شي ظروف تغييرات ولا شي عقبات واجهتيها. يعني تكوني قادره انك تعدلي دوك الخطط بسبب دوك الظروف اللي وقعوا لك، لكن الاهداف دائما غتبقى كما هي، ما غاديش تغير. والمهم هو الاستمراريه وتخدمي بجد، حيت الانضباط هو الجسر اللي كيربط بين الاهداف والانجازات. اذا التزمتي بخططك اليوم غتحصدي ثمار جهودك غدا. وهكا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم والمعلومات تكونوا استفدتوا منها. حاولت نهضر بصفه عامه ونهضر يعني بشكل مختصر، و طون نعطيكم المعلومات اللي غتستافدوا منها، نعطيكم اللاصق ديال داكشي اللي غتحتاجوه. ديري في بالك ان كل واحد فينا اكيد كيدوز من اوقات اللي صعيبه، اوقات اللي كتكون شويه يعني كتزير علينا بزاف ديال الحوايج، ما كنقدروش اننا نلتزموا، ما كنقدروش اننا نكملوا بسبب هذوك الظروف. ولكن هنا فين كتجي العزيمه، وهنا فين كتجي الثقه بالنفس، وهنا فين كيجيو بزاف ديال العوامل الاخرين ايجابيين اللي كيكونوا مكتسباهم انت وكيكونوا لداخل ديالك انت، وكتجي ديك الساعه الوقيته فين كتخرجيهم وفين كتطبقيهم. ما خصكش تخلي الظروف تاثر عليك، ما خصكش تخلي بنادم بهضرته بالراي ديالو ياثر عليك. حاولي انك تخدمي على راسك وتركزي على راسك، حيت كل ما ركزتي على راسك وخدمتي على راسك كل ما غتكوني ممتنه لهذا القرار اللي اتخذتيه في المستقبل. كما قلت لك من 5 سنين ولا 10 سنين غتلقي راسك وصلتي لواحد الدرجه، وغتلقي راسك تطورتي في حياتك ووصلتي لبزاف ديال الحوايج اللي كون في هذا الحاضر دابا ما خدمتيش على راسك وما ركزتيش على راسك ما كنتيش غتوصلي ليها نهائيا. وخلي ديما عندك الرغبه في التغيير، الرغبه في انك باغا توصلي لداك الشيء اللي كتطمحي ليه ولا اللي كتمناي، وانك باغا تبدلي الوضعيه ديالك اللي كتعيشي فيها سواء ماديه ولا بزاف ديال. المهم حنا كبنات كنبغيو اكيد اننا نخدموا على الجانب المادي اكثر ونركزوا عليه حتى هو، حيت هو اللي متعلق بمستقبلنا ومتعلق بحياتنا في المستقبل وكل شيء داكشي. اذا حنا كبنات مراهقات في هذا السن هذا اللي حنا فيه دابا، سواء من 15 عام حتى ل 18 ولا 20 عام، انت دابا في هذا لاج ديال التكوين. خاصك تكوني راسك، خاصك تبدي تعرفي راسك اكثر وتكتشفي راسك وتكتشفي القدرات ديالك وتفهمي راسك وتحطي اهدافك وتشوفي كما قلت لك قبل النسخه اولا النموذج ديالك انتي اللي باغا توصلي ليه من دابا ل5 سنين ولا 10 سنين. حاجه مستحيله، خاص شويه الخدمه وشويه العزيمه، واهم حاجه هي تحطي اهدافك، حيت هما اللي غيخليو عندك ديك النظره الشامله والواضحه على مستقبلك. واكيد كل وحده فيكم مهما كانت الظروف اللي كدوز منها صعيبه وشاقه، واحد النهار غتفرج من عند الله عز وجل. واكيد غادي تلقاي راسك انك يعني كاع داكشي الخايب اللي دزتي منه في حياتك، كاع الظروف الخايبه، كاع الظروف القاسيه اللي دزتي منهم في واحد الفتره من حياتك، فاش غادي تخدمي على راسك وتركزي على راسك وتطوري من راسك
وتعطي وقت لراسك من هنا لواحد المده طويله. غتبقاي ترجعي تفكري كاع دوك الظروف القاسيه اللي دزتي منهم، وداكشي غيبقى غير هضره وغيبقاو غير ذكريات اللي خايبه. وغتلقاي راسك انك تجاوزتيهم، غتلقاي راسك انك عندك القدره وانك قويه بما فيه الكفايه، قدرتي تجاوزي حوايج اللي صعيبه بزاف واللي ماشي اي واحد غادي يعرف يتجاوز دوك الحوايج، حيت انتي عندك حوايج لداخل ديالك وفي شخصيتك اللي طورتيهم في راسك وماشي اي واحد قدر يطورهم في راسو، بحال العزيمه، بحال الاستمراريه والانضباط، بحال الثقه في النفس. بزاف ديال الحوايج اللي انتي عندك وشحال من واحد ما عندوش، وبسبب هذا البلان هذا كتلقى شحال من واحد باقي في بلاصتو وما قدرش يزيد لقدام. من انتي حيت قدرتي تخدمي دوك القدرات اللي عندك والمهارات اللي عندك لداخل ديالك، خدمتيهم باش تطوري من راسك وتحققي ذاتك، كتلقاي راسك راك حققتي انجازات اللي عظيمه وكبيره. ممكن في نظرك تبان بسيطه، ولكن في نظر ناس اخرين اللي اكيد غيكونوا عارفين كيفاش كنتي قبل وكيفاش وليتي من بعد غيلاحظوا فرق كبير. لهذا السبب كما قلت لك في الفيديو، واحده من النصائح المهمه بزاف اللي كنعتمدها انك تخدمي في خفاء، يعني في الظلام. ما تخلي حتى شي واحد يعرف الخطوات الجايه ديالك، ما تعرفي حتى واحد، ما تخلي حتى واحد يعرف انت ليش كتخططي ولا شنو اللي كيدور لك في بالك. ما تخلي حتى حد يعرف الخطط ديالك ولا الاهداف ديالك ولا شنو اللي باغا تحققي في حياتك من هنا ل5 سنين 10 سنين، من هنا لقدام ولا في المستقبل ديالك. اولا حيت غتيسر لك هذه القضيه، حتى حد ما عارف، يعني غتيسر لك الخدمه وغتقدري توصلي لداك الشيء اللي حلمتي به بسهوله وفعاليه. وفي نفس الوقت هذا الشيء غيخلي الناس تصدم من لي ريزولطا والنتائج اللي وصلتي لهم وحققتيهم من انجازات ومن بزاف د الحوايج. الناس غتصدم فاش غتشوفك باللي داك الوقت كله حتى حد ما عارفك شنو كديري، حتى بوم واحد النهار وصلتي وحققتي ذاتك وحققتي استقلالك المادي ودرتي مشروعك، خدمتي ووصلتي ودرتي كاع داكشي اللي كطمحي ليه. فكاع دوك الناس اللي كانوا كيعرفوك قبل في الفترات ديال الازمات ديالك ولا الظروف القاسيه اللي كنتي كدوزي منها، فاش غيشوفوك راك حققتي مستقبل زوين وانجازات عظيمه وكبيره غيتصدموا. لهذا السبب خدمي على راسك وخلي انجازاتك هي اللي تدوي، خلي انجازاتك هي اللي تعبر عليك. وهكا نكونوا سالينا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تكونوا تحفزتوا انكم دابا تنوضوا تجلسوا مع راسكم تشوفوا نتوما الوضعيه الحاليه ديالكم فين واصلين في حياتكم، شنو كديروا، سواء كتقراي، سواء خدامه، سواء متزوجه، كيما كانت الوضعيه ديالك حطيها. جلسي مع راسك، حطي ورقه وستيلو، كتبي داكشي، حاولي تكتبي وتفرغي الطاقه السلبيه اللي داخل ديالك في ورقه، ياك كتبي كلشي داكشي اللي يقدر يطيح لك في بالك، واكتشفي الوضعيه الحاليه ديالك وانت حياتك دابا فين غاده، ياك وشنو المسار ديال حياتك. وفاش غتعرفي هادشي عاودي شدي ورقه اخرى ودوني كاع الاهداف ديالك والاحلام ديالك اللي كطمحي انك توصلي ليهم، وخدي ورقه ثالثه وكتبي فيها المهام ولا الخطط اللي تقدري تبداي طبقيهم من اليوم، واكيد هما اللي غيخليوك تحققي الاهداف ديالك. هاد 3 الوراق، الورقه الاولى فين غادي تكتبي فيها مثلا الوضعيه الحاليه اللي واصله فيها دابا في حياتك، الورقه الثانيه غتكتبي فيها اهدافك، الورقه الثالثه غتكتبي فيها الخطط اللي غتخصك تطبقيهم باش توصلي للاهداف وتحققيهم. هاد 3 الوراق خصهم يبقاو معاك حياتك كلها، خصك تحافظي عليهم في شي بلاصه، في شي سامسونيت، ديريهم في شي بلاصه ما يشوفهم حتى شي واحد من غير كنتي. وكل نهار، كل سيمانه، كل شهر، كل عام، كل عامين، كل 3 سنين بقيت تهزي دوك الوراق وتقرايهم وترجع بك الذاكره ديالك وتعرفي الحوايج اللي تابعك انك ديريهم والحوايج اللي باقي ما حققتيهمش، وتشوفي من بعد فتره وانت كتخدمي على راسك وكتخدمي على دوك الاهداف، دوك الوراق تبقاي ديما تهزيهم، تبقاي ديما تشوفي وتقراي وتبقاي تمعني في داك الشيء اللي كتبتي داك النهار اللي بديتي كتفكري في التغيير فيه. ومع الوقت ومع الخدمه ومع العزيمه والاصرار غتلقاي بلي ديك الورقه اللي دونتي فيها دوك الاهداف اوتوماتيكمون مع الخدمه ومع الوقت كيدوز غتلقاي بلي شحال من هدف غتكوني حققتيه من دوك الاهداف،
وغتبقاي تضربي عليهم وتشوفي الاهداف اللي باقي لك، تشوفي الحوايج، وتقدري مع الوقت تزيدي اهداف جديده على حساب انت التطلعات ديالك والاحلام ديالك يقدروا يتبدلوا. من هنا لعام، من هنا لعامين النظره ديالك غتبدل بزاف د الحوايج. يعني دوك الاهداف اللي ضربتي عليهم حتى حققتيهم، ديري بلاصتهم اهداف جديده، وهكا غتبقي غاده حتى تلقاي راسك وصلتي وحققتي كلشي داكشي اللي كتمنيه. وصافي هكا نكونوا سالينا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم هاد النصائح وهاد التحفيز اللي حاولت نعطيكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. وما تنساوش تمشيو للانستغرام ديالي، راني ديجا حطيت لكم لاباج انستغرام ديالي، فين عندكم اي تساؤل، اي موضوع بغيتو تدوي معايا فيه، بغيتو النصائح ديالي، بغيتو الراي ديالي نعطيكم الراي ديالي، ولا النصائح اللي يقدروا يعاونوكم، كلشي داكشي سيروا لاباج انستغرام ديالي، تواصلوا معايا، راه اكيد غادي نجاوبكم. واخا بعض المرات كنكون مشغوله مع القرايه وبزاف ديال الحوايج، مي اكيد غادي نجاوبكم على الرسائل ديالكم. خليوا لي اي حاجه بغيتوني ندوي عليها في الفيديوهات، ولا اي حاجه الراي ديالكم كيف ما كان هذا الشيء اللي بغيتو تدوي معايا فيه ولا تقولوه ليا، خليوه لي اما في لي كومونتير ولا في الصفحه ديال الانستغرام. حسني الا كنتو بغيتو تدويو على شي حاجه عليكم نتوما وكتطلبوا النصائح ديالي ولا الراي ديالي، ان شاء الله يفيدكم وتستافدوا منه. وان شاء الله يعني يعجبوكم هاد النصائح اللي كنقدم لكم، ويعجبوكم هاد المواضيع فاش كندوي معاكم. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم البنات، شكرا لكم بزاف بزاف، وحده بوحده، حيت فريمون التعليقات ديالكم الزوينين كيحفزوني باش انني نستمر في هادشي اللي كندير. وفاش كنشوف الدعم ديالكم لي لايك يعني بزاف د البنوتات الزويونات اللي كينضموا للعائله ديالنا كل نهار، كنشوف باللي فريمون نتوما مهتمين بهذا المحتوى اللي كنقدم، ومهتمين بالنصائح اللي كنعطيكم، ومهتمين بصفه عامه انكم تطوروا من راسكم وتخدموا على راسكم وتلقاو افضل نسخه من راسكم في نهايه المطاف. شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.